السلام عليكم، مساكم الله بالخير، ويا هلا ويا مرحبا وكل الهلا. هذه قصة عصام السيف، اللواء عصام السيف. الحين يوم بالغزو سنة 90 كان ملازم أول، دقوا على القاعدة البحرية الساعة 2 بالليل وحرك من البيت سيارة جديدة تو شاريها، طلعها العصر وبالليل راح فيها، وقفها بالقاعدة لليوم ما بينت. المهم انه الحين حاكيكم عن الزوارق. يقول صعدنا زورقين طبعا ورا بعض، الزوارق عليها صواريخ بلاستيك، الصواريخ الاصليه حاطينها بالمستودعات، تعرف عشان التبريد، يخافون الشمس ينفجرون ولا شيء. تفاجئوا بالسالفه هذه، الصواريخ مو يم الزورق. طلعوا من القاعده رايحين يشوفون الوضع. طبعا شنو سالفه؟ اطلعوا وراحوا قدامهم لاقوا بويهم زورق عراقي، يقول لك من كثر العراقيين اللي فيه متدندلين، واحد بحضن الثاني. يقول قمنا نتناور وياه، هو خايف منا، ليش؟ عباله الصواريخ موجوده، هو يحاول واحنا نحاول. المهم الزورق الثاني زرق دش القاعده، حركنا قلنا بنروح دسمان، نوقف عند القصر مال دسمان على اساس نحمي القصر، على اساس نحمي القصر. واحنا طالعين كلمنا القياده، طبعا هم تراموا مع الزورق العراقي وكملوا. كلمنا القياده، واللي يطلع لنا واحد عراقي ويضحك، يقول حاكينا ويضحك يا قياده يا الحين من نكلم ماكو احد، ما يرد علينا النادي، ما يرد علينا. كان نقوم نقول خل نروح السعوديه، نسحب هذا نوصل السعوديه نشوف شو يصير بعد نرجع. راحوا صوب السعوديه طال عمرك، دش وبالطريق لقوا هذه الدوبه مالت خفر السواحل 50 العوده، يقول ما فيها حد، كان نقلصها ويانا نوديها للجبيل. وديناها للجبيل وقعدنا بالجبيل، طولنا بالجبيل، بعدين طلبنا امر من القياده على اساس نروح البحرين. رحنا البحرين هناك، طبعا انت تدرب مناورات وانت تدرب ما شنو. المهم جاء الامر ان تحرير الكويت. يقول شنو فرحانين ومستانسين ومتلهفين على السالفه هذه. يقول الرد اول جزيره قاروا وانتم ولاهم بالمدفعيه، يقول من كثر ما ادس المدفع ريولقه متعورين. يقول هم يشوفوننا ظلمه، احنا نشوفهم ليش لابسين درابي الليلي لابسينها نشوفهم. والله املخهم تملخ ونحرر الجزيره طال عمرك. وتنذكر بالتلفزيون اول جزيره كويتيه تحررت هي جزيره قارو. وهذه قصه اللواء عصام السيف. طبعا قالها لي مختصره وانا اعطيتكم اياها مختصره، انا معطيكم مختصر من طلع من البيت للرد، يعني مختصره، والباقي ما ادري يعني. وسامحوني اذا في شيء ناسي. ربع اللي وياه بالزورق والزورق الثاني الله يحفظهم ما اعرف اساميهم، كان ذكرتهم. اذا حد يعرف اساميهم منا يدز لي اياهم ان شاء الله واذكرهم. والله يحفظكم، ويا هلا ويا مرحبا وكل هلا فيكم. وهذه صورة اللواء عصام. الله يعطيكم العافية والصحة ويحفظكم الله إن شاء الله.